وانت عليك تبني انا نمت وصحيت لقيت الزين بعتبني بيقول لي بتحب وتنام يبقى في شرع مين يا ابني؟ باب القبول انفتح قدم طلب يا ابني احنا وضعنا الاساس وانت عليك تبني انا نمت وصحيت لقيت الزين بعتبني بيقول لي بتحب وتنام يبقى في شرع مين يا ابني؟ قصدت بابك وامري بين ايديك يا رب انا ضعيف وانت القوي كل معين يا رب اصلح لنا الحال علشان البعيد يقرب يا رب تصلح لنا الحال علشان البعيد يقرب وجه قبولنا يا رب وجه قبولنا ويفهمنا صغير وكبير الفن عايز رجال صحية ومزاجها كبير والراجل السوق يا ابو رشاد له واجب حدايا كبير تمم فرحنا بخير لجل النبي يا رب الناس بيقولوا ما يقولوا اهو كلام في كلام ما تاخدش على الكلام بيقولوا علينا خمرجية وشوارعية وحرامية ونصابية هو ده صحيح بس درويش ناصح ولا ولي اهبل خمرجية شربنا الكاس من ايد زين العابدين خمرجية شربنا الكاس من ايد زين العابدين واذا كنا شوارعية فنحن عرفنا الشرع واصول الدين نصابين نصبنا خيامنا وعلى الارض بقى احنا نايمين الو الو يا ام رماد الو يا شرقية الو ضربت ضرب في الكون يا ترى اللي طالب مين قال انا ابا بشر وطالب زين العابدين حولوه على المباشر يكلم رئيسة الدواوين حولوه على المباشر رد عليه سيدنا الحسين قطب الولاية توفى قالوا نولي مين نصبوا الكراسي المراسي وتجمعوا الحلوين اصل العطاء من ربنا بس واللي يعارض مين انا لما بمدح محمد بحس بالراحة وانا من صغر سني وانا متربي في الساحة الفاتحة للساحة واللي في الساحة الو 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 اعطف على امك يا احمد كما طفت عنك امك 9 شهور يا محمد هي شيئا النبي اللي بيحب امه بس هو اللي هيسقف تجيب الحاجه بالليل يا احمد وتداريها من امك اوعى تقول مراتك اهم حاجه امك تجيب الحاجه بالليل يا سامح وتداريها من امك ما تعرفش يا صاحبي ان القبر هيضمك ده في ملكين يا ابن ادم هيحاسبوك عن امك سأل الصحابة النبي الاولى مين بالعطف قال النبي امك 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 اوعى تزعل امك يا ماما يا يا ام الحنان يما الست دي شقيانة ما شالتش الهم
عشان الواد حلت امه. الواد راح المدرسة وكانت بتدفع له مصاريف امه. الواد راح الكلية وكانت بتعمل له سندوتشات امه. الواد راح الجيش واسطته في الجيش كانت امه. الواد اتجوز يا ناس ويوم الدخلة يسيب العروسة فوق في قميص النوم وينزل ينام عنده. واد يا ابن امك يا روح عند امك يا واد يا ابن امك يا وحياة امك وحياة امك اوعى يا احمد تزعلوا. دخول الجنة برضا ابوك ورضا امك رضا امك. يلا الدولة